نفوق نحو 50 رأسا من الغنم بشكل مفاجئ في ضيعة فلاحية ضواحي البيضاء. وفي التفاصيل سجل مساء الأربعاء حادث نفوق جماعي ل10 الأغنام داخل ضيعة فلاحية بمنطقة دار بوعزة قرب الدار البيضاء في وقعة أثارت استنفارا واسعا لدى السلطات المحلية. وتشير المعطيات الأولية إلى سقوط نحو 50 رأسا من الغنم دفعة واحدة وسط شكوك حول احتمال تعرضها لتسمم. فور الإبلاغ حلت عناصر الدرك الملكي بعين المكان وفتحت تحقيقا لتحديد ظروف وأسباب الحادث. كما يرتقب أن تؤخذ عينات من الأغنام النافقة لإجراء تحاليل مخبرية دقيقة قصد الكشف عن مصدر التسمم المحتمل أو الأسباب الصحية الكامنة وراء هذا النفوق المفاجئ. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.